تخليدا للذكرى 47 للمسيرة الخضراء و77 لعيد الاستقلال المجيد، نظمت جمعية الألوان الأولمبية للرياضة والتنمية بشراكة مع جماعة الودان وجمعية التضامن والماء سباقا سنويا في دورته الثالثة. هي أجواء سبقت انطلاقة الحدث الرياضي، وتضافرت في إخراجه إلى حيز الوجود جهود الجمعية المنظمة على رأسها عز الدين المير، وجماعة الودان على رأسها السيد الرئيس عبد الله الناجي والسلطات المحلية. حدث غايته المثلى وشعاره الأبرز ترسيخ القيم الأخلاقية عبر الاحتفالات الوطنية. أقدام المتبارين لامست مضمار السباق، ومن اتخذ المثابرة شعارا له كان أول من تخطت أقدامهم خط الوصول. تعدد أولئك الذين ارتقوا منصة التتويج ووشحت صدورهم بالذهب والفضة والبرونز بتعدد الفئات السنية المشاركة في سباق دوار أحمد بالحاج. إنه حدث لم يقتصر على المشاركين تنافسا، بل تعدى لتكريم شخصيات أعطت الكثير لرياضة ألعاب القوى وما تزال. المكرمون في الحدث شوال عبد السلام، مولاي إدريس بدري، ميلود الشقري. صور ستبقى شاهدة على تاريخ هؤلاء الأبطال، وسيحتفظ بها الزمن في سجلات جمعية الألوان الأولمبية وما تقدمه من خدمات رياضية لأبناء دوار أحمد بالحاج، في أفق أن يولد من الحدث والمكان أبطال ترفرف راية نجاحاتهم وطنيا ودوليا.